الزوج ابن امه بيبقى عامل ازاي؟ ده بيبقى كارثه، بقى كارثه. وكتير موجودين دلوقتي كده، يعني عايزه تعمل معاه عايزه تاكله زي ما هو بتاكله، عايزاها تنسى نفسها زي ما هو ناسيه نفسها. صاحب ابن امه بيبقى عامل ازاي؟ لا مفيش صاحب ابن امه، بس لو كده ابن امه. اللي بتروح تحكي لها على كل حاجه اللي انا بكرهها جدا. انا بحكي لك انت، طب ما انا ممكن اروح احكي لمامتك على طول. بنت امها بقى بتبقى عامله ازاي؟ لا انت اللي ترد على السؤال. لا بنت امها دي نماذج كتيره. لا في بنات اللي هي تبقى واخده تفكير مامتها اللي هو وفي طبعا اللي قرارات مامتها هي بتمشي على قرارات صحابها. يعني لا يا جماعه ماما مش موافقه، طب يلا نسافر، لا ماما مش موافقه. دي بنت امها. لا بنت امها البنت تعمل اللي هي عايزاه، يعني البنات تعمل اللي هي عايزاه. عنده مثلا يلمها بقى. لا بنت امها حاجه كويسه بصراحه برضه، يعني هي في الاول في الاخر بتبقى حاجه كويسه. لكن ابن امه هي رضا الام في حاجه كويسه، بس مش لدرجه ان انت تلغي شخصيتك عشانها. بس مش فكره بقى ان مامتها مسيطره على دماغها، ان هي قريبه منها، حاسه بمسؤوليتها، لان هما الاثنين الست بيتشاركوا نفس العبء يعني في الحياه، بتتعلم منها. عايز حد مامته مش موجود، عايز حد يحل محلها، لكن الزوج عمره ما يحل مكان الام. بنت امها بتبقى طالعه زي امها في كل حاجه، في الطباع تقريبا، يعني في الحرص، في الطبيخ، في كل حاجه، بس تبقى حاجه حلوه يعني غالبا. بنت امها دي بتبقى جميله. في الاغلب بتكون حاجه كويسه، ان لو المامت صالحه، لو امها صالحه ومتحكمه في شخصيتها تكون حاجه كويسه، بحس ان هي بتربي البنت صح. انت لو اتجوزت واحده طلعت بنت امها هتعمل ايه؟ يا قرارك من دماغك ومني، يا قرارك من دماغك ودماغ امك، يبقى مع بعض. قابلتي حد ابن امه قبل كده؟ كتير. قابلت كتير. لا للاسف. انا ابن امه بس انا ما عندهاش غيري. يعني لا ما قابلتش. البلد كلها اكتريتها ابن امه. كتير. قابلت كتير. كتير اكيد، حوالينا في كل حته. ده عامل ازاي بقى مواصفات ابن امه؟ ده بيبقى مواصفاته ايه؟ تحس ان هو شبه البنات كده شويه، مش بيتحمل مسؤوليه، عايز دايما حد يخلص له حاجته. حتى هو في الكليه اصحاب البنات اللي بيخلصوا له حاجته. هو شكله راجل بس فعلا في الفعل لا خالص. تيجي نخرج، طب انا هقول لماما، طب نيجي نعمل، لا انا هقول لماما. هي حاجات كده يعني. تقول له يجي يمين يجي يمين يجي شمال يجي شمال، على حسب مثلا البنت اللي هو مرتبط بيها وات ايفر. ان هو عشان امه مربيهم على ان هو حاجه بيحتاجها بيروح لها، هو ما بيحبش يزعلها منه. بس الفكره ان هو الاوفر شويه، اللي هو في اي حاجه يعمل كذا يعمل كذا، لا ده لا. يعني تكريكي في نفسه كده. ايه اللي بيبقى بيخليه شخصيته ضعيفه كده؟ ان هو متربي من هو صغير على كده، ان هو ما بياخدش قرارات بنفسه، ما بيعملش حاجه اللي هو عايزها. ثم مامته محكمه في معظم قراراته، حتى لغرض شخصيه في حياته، حتى معاملاته مع الناس او كده بين صحابه وكده بتكون شخصيه ضعيفه، ما يعرفش ياخد قرار معين. ماما مصروفي، ماما عايز اجيب حاجه، ماما خلاص، ماما دي بقت توكيل عنده. بيسمع كلام امه في كل حاجه. لو امه قالت له ما تاكلش ممكن ما ياكلش. لو امه قالت له ما تنزلش مع اصحابك ما ينزلش مع اصحابي. انت تقولوا له ايه لو لقيته حد بيعمل يلا يا حالتها. تقول له اي حاجه يقول لك لا، طب اسال الاول، طب اقول لهم في البيت الاول، طب يا ابني احنا هنروح، طب مش عارف ايه. لا قبل ما يروح في اي حته يقول لمامته. لو في مشكله وقع فيها يقول لمامته. محتاج ان كل واحد يجي يعمل له كل حاجه بنفسه، وما بيعرفش يعتمد على نفسه، وما فيش ريسبونسبيلتي خالص في اي حاجه. تتجوزي واحد ابن امه؟ لا ولا ابن ابوه حتى. يعني اقول له مثلا تعالى نروح مثلا كذا، يقول لي هقول له ماما لا ينفع، ما ينفعش خالص. لا مش هقدر استحمل. لا 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 ما تقوليش كده. مش هقدر استحمل. مين مشكلته اكبر، ابن امه ولا بنت امها؟ دي كارثه، لان هو في الواقع متجوز امها مش متجوزها، وهي متجوزه مامته مش متجوزاه. لا اعتقد الراجل. يعني ما الاثنين ايده. لا الست بنت امها دي او البنت بنت امها دي اللي هو يعني ممكن البنت تاخد منها حاجات حلوه. لا هو كل البنات بنت امها الصراحه، يعني اي حاجه ماما حصل كذا كذا، يعني في ادق التفاصيل، فاهمه؟ مش دايما يعني، بس في بنات اللي هي الجانب السيء منها. الجانب السيء هتلاقيها مثلا ماما اعمل فيه ايه مثلا كده، فاهمه؟ يعني ضايقني اعمل فيه ايه. لو حبيت واحده كده طلعت بنت امها هتعمل معاها ايه؟ افكس لها أكيد. مش طالبها هم. الراجل هو المفروض هو اللي ماسك البيت، هو اللي بياخد القرارات وكل حاجه. لما يكون بيرجع لمرتب قراراته ده اصلا هتدمر حياته. ابن امه ده في حياته هيتعب، لكن بنت امه لما تيجي تتجوزها طلعيها يوم. بيبقى صعب قوي يعني بصراحه. صاحب ابن امه هتعمل معاه ايه؟ انا ليا فعلا. بيعمل ايه بقى؟ احكي لي بقى بيعمل ايه؟ يعني كل حاجه بقى احنا هنقعد بالليل مثلا، لا يجي بقى لا مش فاضي بالليل، مش هينفع، ماما مش هتنزلني، ماما مش هتعمل. طب رايحين مصر، ماما مش هتديني فلوس. هنا بقى بتبقى الغلطه من عند مين؟ من عند الولد هو اللي شخصيته ضعيفه، ولا مامته هي اللي ربيته غلط؟ لا اكيد من عند مامته. الغلط الاكبر بيكون جزء كبير في حياته عند مامته. اطلع اجيب من ماما فلوس ونازل. رد فعلك ايه لو امك؟
لا عادي، ما احنا اتعودنا عليه اللي هو ماما موجوده معانا في القعده.